المناسبة العزيزة والغالية علينا كسوريين، وخاصة الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي، أقول بهذه المناسبة وهي مناسبة عيد النوروز: كل عام وأنتم أيها السوريون بألف خير، كل عام وشعبنا الكردي بألف خير، كل نوروز وشعبنا الكردي بألف خير، بدءا من شمال وشرق سوريا إلى عموم سوريا كلها وإلى عموم أصقاع العالم. وأتمنى أن نعيش حقيقة فرحة هذا العيد، وهو عيد النوروز الذي يعنينا بشكل خاص في شمال وشرق سوريا، بل في سوريا، ويعني الشعب الكردي على وجه الخصوصية. ونتوجه مرة أخرى ونقول لأهلنا وشعبنا الكردي: كل نوروز وأنتم بألف خير. وأتمنى أن نعيش نعمة هذا العيد بالأمن والفرحة والسلام والطمأنينة. ومن على هذا المنبر ومن أمام مقر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الرقة، أقول وأدعو كافة أهلنا وكافة شعوبنا وكافة مكوناتنا السورية في شمال وشرق سوريا أن تشارك فرحة هذا العيد، عيد النوروز، أن نشارك جميعا الأخوة الكرد في عيدهم الذي يعني لنا قبل أن يعني لهم الكثير، وعلى العرب وعلى السوريان وعلى الشركس وعلى التركمان وكافة المكونات السورية بدءا من شمال وشرق سوريا إلى سوريا كلها، أن نشارك إخوتنا وشعبنا الكردي فرحة هذا العيد ونعمة هذا العيد. كما أنني أدعو حقيقة، وهذا العيد بالنسبة لي أنا على الصعيد الشخصي هناك ذكريات وهناك صور ماثلة في ذهني ما قبل 2011 حول ذكريات هذا العيد وما بعد 2011، حيث الشعب الكردي حقيقة كان يعاني من الظلم لإحياء هذه المناسبة في سوريا. لذلك أدعو الحكومة في دمشق وأدعو السلطة في دمشق أن تشارك في مساعدة أهلنا الكرد في سوريا في مناطق الداخل السوري، وتقدم لهم كل المساعدة وكل العون، وأن يوقظوا السلطة في دمشق تحديدا أن تساعد في إيقاد شعلة النوروز من على قمة جبل قاسيون ليراها أهلنا الدمشقيون، إخوتنا الدمشقيون في حي الميدان وفي حي كفر سوسة وفي حي الروضة وفي القابون وفي مخيم اليرموك. يجب أن يروا شعلة النوروز من على سفح ومن على قمة جبل قاسيون. كما أنني من مقر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الرقة أدعو كافة السلطات وأينما يتواجد الأخوة الكرد في دول الجوار سواء في إيران أو في تركيا أن يساعدوا وأن يقدموا كل المساعدة وأن يشاركوا في إحياء هذه المناسبة، وهي مناسبة عزيزة وغالية علينا وتعنينا جميعا حقيقة كسوريين. ومرة أخرى وفي الختام فإنني أتوجه إلى أهلنا السوريين وإلى أهلنا وشعبنا وأخوتنا الكرد أينما كانوا، وأقول لهم: كل نوروز وأنتم بألف خير، كل نوروز وأنتم بألف خير.